السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم البنات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم في مطبخ وحلويات أم سليمان نحضر معكم قراطة بالبطاطا ولوبيا خضراء مع الدجاج بلا صوص، تجيب بزاف بنينة. نبداو بسم الله بالوصفة تاع اليوم. واش نحتاجو فيها؟ عندي طراف تاع الدجاج كنت غسلتهم بالملح والخل، غسلهم مليح. نبدا التوابل، عندي بودرة البصل، عندي شوية الزنجبيل، عندي الكركم، فلفل كحل، ملح، توابل دجاج. هنا كمية التوابل حسب الكمية الدجاج اللي درتوها. إذا درتو كمية كبيرة ديروا كمية مليحة تاع التوابل. هنا درت نص مغرفة صغيرة تاع القهوة، ما عنديش بزاف الدجاج، كمية صغيرة. عندي الأعشاب العطرية. هنا اللي ماشي متوفر عنده الأعشاب العطري يقدر يستعمل معدنوس ناشف، يستعملوا كليل الجبل، نوع واحد يكفي. يزيد له بزاف البنة للدجاج. فلفل كحل كمية قليلة. هنا الخردل، لازم نخردل هكذا قيس مغرفة صغيرة تاع الخردل، وزدت له جنبو. هذا اختياري، اذا تحبوا ديروه، اذا ما تحبوش ما ديروش. كيما تقدروا ديروا الصويا صوص، تعصروا عليه القارص تانيت، يجي بزاف بنين ويطري الدجاج. والملح اخر حاجه، وشويه الزيت باش هذيك التوابل نخلطوها مليح مع الدجاج ونخليهم على جانب. قيس هكذاك نص ساعه يتبلوا. اذا ما عندكمش الوقت 5 دقائق 10 دقائق يكفي. انا خلطهم مليح ونخليهم على جانب. هنا الوصفه هذه نحتاج كميه قليله تاع لوبيا خضراء، وكميه تاع البطاطا اللي حتى نقطعها اوندي ونقلوها. البطاطا نقطعوها اوندي ونقلوها من بعد. هنا درت في كوكوطه شويه زيت وشويه زبده. على نديرو الزيت والزبده، كي ديري الزيت وحدها ما يتحمرش مليح الدجاج، كي تزيدي له الزبده تمتم يحمر لك. حنا نشعلوا النار تكون قاويه بصح تعسو، تكون نار قاويه. مع الاول شوفي تلصق لكم في الكوكوطه في المرميطه، ما تخافوش. كي تلصق من بعد غير يولي حمر يتنحى. وكي تلصق هذاك لاكراس اللي في الدجاج تلصق على المرميطه مليح، هذاك هو اللي يعطي لكم اللون البني لاصوص تاعكم. ما شاء الله دوك تشوفوا من بعد كيفاش نديرها. هنا بعد ما تقلب مليح الدجاج من الجهتين، زيد عليه لوبيا مباشرة بلا ما نغلوها في الماء، نغسلوها مليح ونحطوها مباشرة. نخليها تتقلى مع شوية هذا الدجاج، ومن بعد نمرقو نملحو اللوبيا لخاطرش ما ملحتهاش، ونخليها تتقلى مع شوية الدجاج. شوف تطلق روحها، شوف اللون اللي تحصلوا عليه. هذا اللون تحصلنا عليه من هذاك الدجاج كي قليناه مليح. هنا هذاك الصحن اللي درت فيه تبلت فيه الدجاج نشلو بالماء سخون ونزيدو على هذيك المرميطه قيس نص كاس تاع الماء، غير يتغطى برك الدجاج. ونغلق الكوكوطه شي ربع ساعه يطيب الدجاج مع اللوبيا، ما تاخذش بزاف وقت. البطاطا هذا قطعتها اوندي نقليها، والطبق جاهز. تكون اللوبيا طابت مع الدجاج والبطاطا نقلوها كامل وتشوفوها في الطبق التقديم. وصفة ما شاء الله تجيب بزاف بنينة. طبقة وجاهز معنا. البطاطا حطيناها من تحت مع الاخر لوبيا كمية قليلة درناها من الفوق. شوف كيفاش تجينا لاصوص، تجي ما شاء الله. تجي هذاك اللون بلا ما نديرو لا اي حاجه. الصوص بيضه بصح تجينا هذاك اللون البني، تجي روعه بزاف بزاف بنينه. واللوبيا تكون متبله مع هذاك الدجاج. زيناه بشويه معدنوس،
إن شاء الله تجربوا الوصفة تاع اليوم وتحضروها في ديوركم. إلى فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.